ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد من يوميات ماما مطحونة. طبعا كل واحد فينا يحب يلبس اللي هو عايزه، وفعلا اللبس ده حرية شخصية. يعني البس اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه طالما حاجة لايقة عليك، طالما حاجة تناسب وضعك او شكلك او مكانك منطقتك. اعمل اللي انت عايزه طالما حاجة صح وما بتغضبش بيها ربنا. لكن الصراحة الفترة دي، يعني هو من زمان بس هي زادت قوي فكرة الموضة. احنا لازم نمشي على الموضة. طلعت البناطيل المقطعة، كله يلبس بناطيل مقطعة. البنات حتى المحجبات تلبس بنطلون مقطع بس تحتيه بطانة. طب انتي استفدتي ايه؟ ايه الحلو في كده؟ ايه الحلو ان انتي تلبسي بنطلون مقطوع وتحتيه بطانة؟ ما استفدتيش حاجة غير بس ان ده موضة وده ترند، بنمشي ورا الموضة والترند. لكن ايه اللي يليق عليا بشكلي بمكاني بكل حاجة؟ لا، ما يهمش. حتى الشباب لابس مقطع تلاقيه لحد فخده من فوق البنطلون مقطوع عادي جدا، ماشي تحسيه اصلا مش لابس البنطلون بس تمام. دي الموضة، هي موضة مهببة بستين هباب. اه والله العظيم، فكرة اني بقلد بس دي مصيبة في حد ذاتها. واللبس ده بقى على طول بقى تشوفهم بيه جوه الحرم الجامعي او الجامعات بتاعتهم، مكان دروسهم. حاجة اصلا مش لايقة على اللي هم بيعملوه يعني. حقيقي بجد اللبس والله العظيم بيبقى مقزز قوي ومقرف. يعني مش بس البناطيل المقطعة طلعت موضة كده برضو، وترند كله ينزل بالتريننج بتاعه. ماشي، انا اعرف ان انا البس اللبس ده وانا رايحه الجيم. الواحد هي مثلا هينزل يلف في تراك، هيجيب حاجة مثلا من هايبر ماركت، او يعني ولو ان برضو مش حاجة حلوة ان الواحد ينزل بترنج، بس خليني اقول لو حاجة كده شيك ورياضية، بس مش لدرجة ان برضو يروحوا بيها الجامعة ولا يروحوا بيها الدرس. انتوا جايين من السرير على المحاضرة، يعني هي ملهاش معنى غير كده. ملهاش معنى ان دي موضة. تلاقي الشاب بقى من دول لابس الشبشب، شبشب هو مش سليبر، لا، شبشب. او مثلا لابس شراب وعليه الشبشب، يعني اللي هو ايه القرف ده؟ ده الواحد يفتكر كده وهو نازل الجامعة كده متشيك ولابس الحتة اللي على الحبل زي ما بيقولوا. انما صباح الخير، يعني انت جاي بالشبشب كده على هنا؟ ده كويس قوي ان هما منعوا دخولهم بالشرطات، كان زمان شفنا العار بقى، يعني شفنا عهاد بأمانة. لا بنات لبسها بقى بيليق عليها ولا ولاد لبسها بيليق عليها. ومش عارفة بصراحة هم يعني جابوا الأفكار الهباب دي منين. وبعدين بقى أنا أعرف يا انت يا محجبة يا مش محجبة، لكن محجبة ومطلعالي حتة من شعرك، ست الكل انت كده شبه حسونة اللي في بكار. عارفة كرتون بكار؟ انت كده بتبقي شبهه بالظبط. ايه لازمتها بقى الحتة الصفرة اللي بتنزليها دي، اللي هتجيب لك حول؟ ايه لازمتها؟ وتلاقيها بقى ملزقاها قوي يعني ومظبطاها. ايه لازمتها؟ ما انت يا محجبة يا مش محجبة. مش محجبة اعملي شعرك زي ما انت عايزة، اعملي في شعرك اللي انت عايزاه. لكن محجبة لا، ما ينفعش. ما ينفعش خصلة من شعرك تبان. لكن برضو موضة ان لما نلبس التربون او السكارف لازم نطلع ربع راسنا بقى، نصها. يعني مهم بس يبقى شعرنا باين، نبين ان احنا عندنا شعر. لا على فكرة خالص، انت ممكن تكوني انسانة محجبة وجميلة من غير ما تظهري اي حتة من شعرك، اميرة بحجابك كده. لكن ايه فكرة ان لازم تبيني حتة من الطرحة؟ لا خالص. حاجة كده بجد، يعني الواحد بيمشي يتفرج على عاهات، مش جايين يتعلموا. وعلى فكرة لا، في ناس حلوة جدا وكويسة ولبسها لايق عليها، وفي ناس لا. وللأسف بقى دلوقتي كله داخل في اعتقاده انا هعمل كذا. الشباب بقى تلاقي شعرها عامل زي لية الخروف، حالق من الجناب وسايب لنا الحبة اللي فوق.
او مربي شعره لدرجة ان هو ما يستحماش بالشهور. تحسي شعره كده يبدأ يعمل حشرات، تلاقيه بقى كده عامل لك فيها بوب مارلي وجايب الطاقية بتاعته وهو كده زي الفل واد روش، وكل البنات هتتجنن وتصاحبه. لا خالص، انت ممكن تبقى ولد ملتزم كده وشاطر ومتفوق وتلاقي الكل اصلا عايز يلزقلك. ايه القرف ده يعني؟ وتلاقيه بقى عامل لون في شعره، يعني شباب بتصبغ، يا ريتها حنة، لا دي صبغة. ايه يا جماعة؟ ايه اللي جرى؟ يعني انتوا الولاد خدوا دور البنات والبنات خدوا دور الصبيان، وحاجة استغفر الله العظيم يا رب. البس اللي يليق عليك، البس اللي ينفعك، مش كل حاجة موضة، مش كل موضة صح. يعني انا ليه البس حاجة ما تليقش عليا؟ البناطيل المقطعة موضة، موضة، ايه المشكلة؟ بس مش لايقة عليا، ما تناسبنيش، مش لازم البسها. مش هيقولوا عليا جاهلة ومتخلفة، بالعكس، بالعكس خالص. حلاقة شعرك مش لازم دي اصلها موضة، ولا اللي يقطش حاجبه كده ياخد بشلة في حاجبه كده. مالها حواجبك؟ يعني احنا مش هنركز انت ماشي على موضة الحواجب ولا لا. اعمل اللي يناسبك ويليق لك، يعني كن نفسك، ما تبقاش حد تاني، ما تمشيش على الموجة، ما تمشيش على الرايجة. ما تقوليش اصل الفلانة الفلانية بتعمل كذا او فلان عامل كذا، لا خليك في نفسك، كن نفسك وبس. ما تحاولش ان انت تقلد تقليد اعمى من غير ما تفكر اذا كان ده حلو او وحش او لايق عليك. لا خالص، على فكرة الموضة مش كده. عمر الموضة ما كانت قلة قيمة من حد، بالعكس الموضة دي بتبقى حاجة حلوة. مفروض ان احنا كلنا بنتفرج كده على الحاجات الجديدة الحلوة، لكن ما جيش البس ترتر ولا ستان وانا رايحة مثلا جامعتي ولا رايحة الدرس بتاعي. الحاجات دي بتتلبس بس في الافراح والمناسبات. ما شفتهاش ابدا ان ينفع ان تتلبس الصبح اصلا. او وحتى دايما، حتى الميك اب ارتست تقولك في ميك اب نهاري وفي ميك اب لبالليل. انا بشوف العجب، رايحة فرح ابن العمدة، بنعلي على بعض، بنزايد بقى مين مركبة رموش ومين زرعت مش عارفة ايه ومين عاملة تاتو، واصلا ما بنبصش اذا كان ده كويس ومناسب ويليق علينا ولا لأ. انت حضرتك محجبة جميلة، التزمي بحجابك. حضرتك مش محجبة برضو حلوة، اعملي في شعرك اللي انت عايزاه. حضرتك برضو البسي الحجاب بالطريقة الصح، بس يعني تكون صح، مش رايحة تبيني شعرك. حضرتك مش لازم تحلق الحلاقة الموضة، مش لازم تشيل حاجبك عشان ده موضة خالص. مش لازم تيجي بالشبشب، عادي البس جزمة ما فيهاش مشكلة، البس كوتشي برضو عادي. فكرة اصل ده الترند دلوقتي، فكرة زفت، زفت والله العظيم. يا رب اتمنى كلامي يعني ما حدش ياخده بمحمل شخصي على نفسه. ده مجرد رأيي وحاجة انا بشوفها حقيقة فعلا مقززة جدا ومش حلوة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعليقات حلوة كتير. اشوفكم في يوم جديد من يوميات ماما مطحونة.